واحد يقول لي انت بالك كتير لا فتحت بقك ولا اتكلمت ولا اتعاملت وبتاع. اقول له والله يا ابني يعني ضغط الشغل اللي انا بتعرض له اليومين دول صعب قوي، بس اخواتي الزملكاويه صعبانين عليا، فكان لازم اطلع اتكلم واقول لهم حقكم عليا. ويلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد صابر ودي الكورة مع أفوكاتو. اوعى تفتكر إن أنا طالع أحفل عليك لا سمح الله، ولا بلعك التلاتة بتوع امبارح تاني، ما تفتكرش كده. بس هتكلم بجد بصراحة، يعني هو ده النتيجة الطبيعية للخلطة السرية بتاعت زيزو والتجديد والليلة دي كلها. يعني أنت مستني إيه؟ والغريبة بقى يعني إن المنتاليتي بتاعت الزملكاوية هي اللي وصلتكوا، او مش غريبه ليه؟ ما هي دي اللي مودياكوا في السكه دي، هي الدماغ اللي مودياكوا في السكه دي. يعني اقربها، انا سمعت فيديو امبارح واحد بيقول ايه بقى، ان واحد من اليوتيوبرز المشهورين جدا، يعني ان بص شوف الاهلي ومجلس الاداره والخطيب اول ما الدنيا ما اتهزت ما خسروش حاجه، ده راحوا جابوا صفقات وعملوا. حبيبي الصفقات دي احنا شغالين عليها من الاول، هي احنا مش شغالنا عليها لما الدنيا اتهزت والدنيا وقعت والدنيا اتعملت، لا احنا شغالين. خلينا بقى نروح لمربط الفرس على طول. وهي دي الرد اللي انا حتى في الكومنتات رديت عليه فيه، قلت له بص من الاخر كده، مش احنا الاداره اللي بتخاف من جمهورها، ولا احنا جمهور بيكبر في عينينا لاعب على الفريق. اقول الكلام ده تاني عشان تستوعبوه، لا احنا الاداره اللي بتخاف من الجمهور فتعمل صفقات او تقعد لعيب وتمشي لعيب عشان خاطر النقد بتاع الجمهور، ولا احنا الجمهور اللي احنا بنشوف اللعيب اكبر من النادي، وانه لو مشي الدنيا هتقع والدنيا هتخرب وما حصلش. مفيش الكلام دوت، ولا عندنا اسطوره اكبر من النادي، يعني ولا حتى الخطيب اكبر من النادي، والخطيب نفسه عارف الكلام دوت. فهي بقى يعني قلبوا الكلام دوت اللي انا هشرحه لكم بقى دلوقتي، يعني قلبوه في دماغكم كده. ليه بقى انا بقول الكلام دوت؟ ما طبيعي الدنيا تبقى خربانه بالشكل ده، والنبى زيزو جدد 100 مليون، والنبى زيزو نزلهم شويه. ابو زيزو ما تعمل معانا اي واجب، عايز عموله مش عارف 20 مليون. ايه يا جدعان ده؟ احنا بقى على العكس خالص. رمضان جبناه وقفناه على رجله، اتعمل والتاني على يلا بره، هي ساعه هترد علينا يا تجدد يا تتكل. اكرم رايح في نفس السكه، يلا يا معلم عبد الله يلا. مش انتوا يا جدعان حسيت ان ردود الفعل بعد الماتش، يعني ردود الفعل اللي هو يا بن شرقي كان قدامنا، وبن شرقي احنا ازاي ما جبناهوش؟ ايه يعني بن شرقي ما جبتهوش عادي؟ ايه في ايه لا ما هو كان لاعب عندك عادي، ولا ايام ساسي وجرح احساسي وهي بقى المسلسل ده هتفضلوا على طول ايه؟ الصفقات بتتعمل عشان خاطر رضا الجمهور. طب ما كان بمنتهى البساطه زيزو مشي، جبنا صفقتين حلوين كده بتمنه، وقفوا الفرقه على رجلها، بدل ال10 لعيبه اللي قعدوا يعدوهم مع ابراهيم فاي امبارح ما جم وما عملوش حاجه والمفروض يمشوا. ايه بقى اللي بيحصل ده؟ المنتاليتي يا جماعه، منتاليتي. ما هو انا برضو عاذر الاداره، لان جمهورها برضو هو بنفس المنتاليتي دي. يعني الجمهور اللي شايف شيكابالا اسطوره يا جماعه، شيكابالا يعني ايه حجم انجازاته؟ انتوا بتحبوا اللقطه للاسف اللعيب اللي بيحب ياخد اللقطه دي وانا والتيشيرت والكلام والجو ده، وفي الاخر هو لعيب كان رافع الجزمه في وشك قبل كده. مفيش مشكله، انت بتحب الكلام دوت، عجبكم الجعجعه او الزعيق بتاع سياده المستشار وهو ماشي كان ملبسكم ديون الدنيا عادي جدا، انتوا بتحبوا كده، وهو ده اللي جايب لي حقي وهو ده اللي مقطع بطاقته والكلام ده. يا جماعه ما تتفرجوا، معلش، ما هو الجيل اللي موجود دلوقتي ما تتفرجش. يعني انا مش فاهم الناس اللي كانت بتقول لي حازم امام بطل والكلام دوت، دول الناس دي اخبارهم ايه دلوقتي؟ الجيل بتاعي انا شفت الكلام دوت لايف. يعني الناس اللي شايفه شيكابالا اسطوره، مع حازم امام اللي انا ما اعرفش هو لحد دلوقتي، انا ما اعرفش بيلعب بأنهي رجل فيهم، يعني بيلعب برجله اليمين ولا الشمال، من كتر حرفنته، من كتر ما حازم امام حريف. انا ما اعرفش لحد دلوقتي حازم امام طب جمال حمزه يا جدعان،
ما هو كان لعيب جامد جدا. بص جمال حمزه وانجازاته ولعب على المستوى الدولي ازاي، وشيكابالا ما جاش. طب ماشي، هو بقى مسلسل شيكابالا وزيزو وساسي وبن قلبي والليله دي كلها هتخليكم طول عمركم كده مفكرين دايما ان الاهلي لما بياخد منك صفقه، او انت اما تروح تاخد منه صفقه، ما انت كده جبت فيه جول. فين؟ ايه؟ مين؟ طب ما تتفرج بقى على المنافس اللي هو بتاعك الاهلي، ولا انت مش في الدماغ اصلا. انا هجيب، انا عايز اجيب لعيبه عشان اخد بيه بطوله، مش عشان اجيب جول في الزمالك. طب ما هتفضلوا بالمنتاليتي دي، هنفضل كده. معلش، اللي برضه نفس الدماغ بتاع ايام باسم مرسي لما طلع وعمل، وهو موسم اللي لعبه. انتوا ما اتفرجتوش على جمال عبد الحميد، ما اتفرجتوش على عبد الحليم علي، ما في طارق حامد برضه. يعني مع احترامي لطارق حامد راجل مؤدب وكل حاجه، بس برضه انا بتكلم على الجمهور اللي شايف اللعيب ومفخمه قوي. على ما انتوا، ما في لعيبه جت في المكان ده يعني تامر عبد الحميد يا جدعان، ده كان اللعيب ذات السريات الثلاثه. في اساطير جت في الزمالك، احنا فعلا كاهلاويه كنا نتمنى يعني حازم امام وهو بيلعب يا جماعه ما كانش في حد بيكرهه، يعني زي ابو تريكه كده. اهلاويه وزملكاويه كانوا بيحبوه، مفيش حد ما كانش يعني الاهلاويه كانوا بيموتوا في حازم امام. لكن مش دلوقتي، هي بقت ماشيه مكايده ومنكفه وبتاع، وشيكابالا اسطوره عشان هو مضايق الاهلاويه، وشتيمه بقى والجو واللقطه اللي احنا على طول. خليكم في اللقطه واحنا خلينا في البطولات بتاعتنا بس خلاص. يعني هتفضلوا طول عمركم كده راكبين اللي عايزين تركبوا الترند، ويطلع بندق ويقول كلام برضو مش منطقي، كل الناس اللي عايزه تركب الترند وتقول كلام مش منطقي عشان تاخد اللقطه والجمهور، وكذلك الاداره راكبه معاها، واكبر قلعه واكبر لابسه والكلام ده كله. ما اديكوا عرفتوا دلوقتي فين القلعه وفين اللبسه بس. فيعني اللي عايزين تغيروا على ارض الواقع لازم تغيروا في المنتاليتي بتاعتكم، العقليه دي لازم تتغير. عقليه ان اللاعب في عينيا اكبر من النادي، والنبي يا زيزو جدد يا زيزو سنه بسنه. وزيزو لو راح الاهلي تفتكر هياخد من الاهلي الفلوس اللي كان شارطها على الزمالك؟ ولا ربعها. هتاخد زيك زي الفئه اللي انت محسوب عليها، بس هتاخد في الرينج بتاع الفئه اللي انت محسوب عليها. فئه اللعيبه الفئه الاولى ماشي مفيش مشكله، بس مش هاخد الرقم اللي انت قلت عليه في الزمالك. روح بقى التاني واتفرد على الزمالك زي ما انت عايز، ما عندناش الكلام دوت. عبد الله التاني واتفرد يلا يا حبيبي، مش عارف رمضان التاني واتفرد يلا يا بابا، اكرم رايح في يلا يا بابا. ما فيش، ما انت هتمشي. انا حتى لو هقع دلوقتي انا هقف تاني، المبدأ هيوقفني على رجلي تاني. لكن هتفضل بقى سيادتك كده والنبي اساسي، ونلم تبرعات من بعض، ونتلم على القهوه ونعمل جمعيه، والجو اللي وكل ورجال الاعمال اللي في المجلس اللي كل واحد راح يجيب بتاع دوت صفقه على مزاجه عشان هو اللي بيدفع. ومفيش لجنه كوره ومفيش تخطيط ومفيش اي حاجه. وكابتن لبيب يعني بيطلع يقول تصريحات بس من الحاجات اللي بتعجب الجماهير. طب هتفضلوا كده طول عمركم، مفيش جديد. يا رب بس يكون كلامي ده وصل. ويعني نتيجة امبارح دي كانت نتيجة منطقية وطبيعية جدا، وانا ما اتكلمتش في الماتش، انا بتكلم هنا في المنتاليتي. هتظبطوا دي هيبقى لينا احنا منافس زي كده بيراميدز. بس بيراميدز مشكلته ان هو ما عندوش جمهور، فدايما عنده حتة الطموح ناقصة، ما عندوش يعني بيجي عند نقطة كده وبيفتقد جزء من اساسيات اللعبة، من المقومات اللي تخليه يقدر ينافس. هو بيعملوا كل حاجه صح على فكره بيراميدز، ما عدا ان هو ما عندوش جمهور، دي مشكلته. انت بقى لو انت بنص امكانيات بيراميدز وبجمهورك دوت، ممكن تبقى من احلى الانديه في افريقيا وتعمل تاريخ والكلام ده كله. بس هو منتاليتي بس كده. لو عجبكم الكلام دوت وحاسس ان هو ما عجبش الزملكاويه برضه، ما تنساش اللايك الشير الكومنت سبسكرايب. ولو انت بتتفرج عليا من على الفيسبوك يا ريت تروح تشترك في القناه. سلام.